الإخراج عنده هواية، فقد دخل هذا المجال منذ 3 سنوات تقريبا. اجتهد خلالها في المشاركة بدورات تدريبية وورش عمل، وحضر مواقع تصوير أفلام في كوريا الجنوبية والقاهرة وفلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان يشاهد كيف يتعامل المخرج مع العمل والفريق. وعندما بدأ في تجربة الإخراج وجد التشجيع من المخرج محمد مانع العتيبة الذي شجعه على خوض التجربة الأولى، والتي اكتشف من خلالها جوانب كثيرة في هذا المجال. إذا نرحب بضيفنا المخرج الإماراتي الشاب ناصر التميمي. صباح الخير وأهلا وسهلا بوجودك ويانا اليوم ناصر. صباح النور وفرصة سعيدة وأشكركم على هذه يا مرحبا بك. طبعا ناصر، نحن يمكن كنا نتحدث تحت الهواء عن أعمالك وعن الفيلم ميكينج وعن صناعة الأفلام في دولة الإمارات. خلنا شوي نتكلم عن هذا الحلم الذي رافقك منذ الصغر في صناعة الأفلام وفي إخراج هذه الأفلام. هو بصراحة ما كان حلم ذا الصغر، أنا كانت عندي بس كتابة السيناريو. نعم. لين تقريبا في مجال العمل اجتمعت مع محمد مانع العتيبة، ومحمد ما شاء الله عنده تجربة في إخراج وفاز في جوائز، فكنا نتكلم على أساس سيناريو يشتغل عليه محمد كإخراج. فحبيت الموضوع من محمد وشجعني وقال لي لا، ادخل التجربة، مو بصعبة، مع الممارسة بتشوفها حلوة وممتعة، وشفت فيها تحدي وبدينا يعني. وهل هذا فعلا اللي واجهته خلال هاي المسيرة؟ نعم، بديت التحدي كان في اشياء، يعني تحديات ما كانت في الحسبان؟ هو لا تحدي، انا مع نفسي اني لان مو بدارس الاخراج. نعم. فبديت ابحث عن الدورات وورش العمل. حلو. اروح لاماكن مثل ما انت ذكرتي في بعض الدول اللي فيها اماكن تصوير، اشوف المخرجين كيف يتعاملون مع مجموعه العمل، مع الممثلين، مع التصوير بصفه عامه. هذا اضاف لي يعني كاني درست يعني في المجال. حلو. لأن الخبرة الحياتية والعملية هي اللي يمكن أثرت هاي التجربة، تجربة الإخراج. خلنا شوي نتكلم عن تفاحة نورة اللي أنت شاركت في هذا الفيلم كمنتج في البداية، يعني دخلت كمنتج وبعدين كمخرج في أعمال أخرى. فكونك منتج، شو أضاف لك كونك منتج مش مخرج في أول عمل لك؟ المنتج بتكون نظرتك أوسع للأمور شاملة من كل مكان، بتعرف تنظر إلى المخرجين، ما تنظر إلى الممثلين، إلى مجموعة العمل كاملة. فأنا قبل ما أدخل مجال الإخراج حبيت أدخل في الإنتاج. حلو. لأن بتتضح الصورة بالنسبة لي بنظرة أوسع في هذه الناحية. تعلمت من الإنتاج، شفت الأمور اللي أنا أريد أتعلمها، بديت بعدها خطوة الإخراج بنفسي. حلو. اليوم الإخراج كيف اختلف بالنسبة كتجربة عن كونك منتج؟ يعني اليوم الإنتاج شيء والإخراج شيء آخر. فالمنتج كان كأنك تعرفت على ساحة العمل. إخراجيا كيف وجدت نفسك في هذا المجال؟ هو كل عمل يضيف لنفس الواحد. أكيد. فيه. وطبعا انا بعد كل عمل اقيم نفسي يعني بنفسي، طبعا اكيد تستمع الى الاراء الاخرى من اصحاب الخبره، ولكن بعد نهايه العمل كامل اقيم نفسي اني احس ان كان في ممكن اعمل الافضل في هذا المجال وفي الافضل. دائما في مجال للتطوير. في مجال للتطوير. نعم. لان لو واحد وصل للمستوى النهائي من اول مره خلاص ما عنده شيء جديد. اكيد. فدائما اتحدي مع نفسي اني اسوي الافكار الجديده واحاول اسوي شيء مميز وشيء يعني مش مكرر يعني. حلو. اليوم أيضا لو نتحدث شوي ناصر عن فيلم حصة يعالج قضية اجتماعية، خلنا شوي نعرف السادة الجمهور عليها. فيلم حصة كان يتكلم عن قضية العلاج بالشعوذة. نعم. واللجوء إلى المشعوذين وغياب وتجاهل العلاج الطبي العلمي. في حصة عرضنا قصة الفتاة حصة اللي كانت عندها إعاقة ذهنية. وطبعا تم اللجوء الى المشعوذين، مما تدهورت حالتها الصحيه اكثر، وضاع بدل من علاجها ضاع البنت وضاع مستقبلها يعني. نعم. طبعا جميل ايضا انه يكون كل فيلم يحمل عبره، يحمل قصه، يحمل عظه لكل من يتابع هذا الامر. ايضا صرخة انثى فيلم أتممته ولكن لم يعرض بعد، خلنا شوي نعطي نبذة عن هذا الفيلم للسادة المشاهدين. صرخة أنثى يتحدث عن فتاة ظلت رهينة الفكر الاجتماعي التقليدي. الفتاة تعرضت لحادثة في صغرها وهي طفلة. نعم. رافقتها في مسيرة حياتها نتيجة أن أهلها
رفضوا أن تواجه العالم الخارجي، فحبست في مدة 10 سنوات، ما عندها أي تواصل بالعالم الخارجي، بالإضافة إلى أن أصلا كونها أنثى فحكمت عليها بعض التقاليد. نعم. فهاي طبعا كلها افلام قصيره. نحن نتكلم عن يعني قصه حصه كانت مدتها تقريبا 12 دقيقه وصرخه انثى 15 دقيقه. اليوم خلينا شوي نتكلم ناصر عن الافلام القصيره. الافلام القصيره يمكن نحن تكلمنا تحت اللي هو ان كبدايه للشباب الاماراتي المبدع جميل انه يكون عندهم افلام قصيره، ولكن في المستقبل مش مفروض يكون عندنا مثل ما قلنا تحت اللي هو الأفلام اللي مدتها طويلة. صحيح. التي تعرض في دور السينما العالمية. صحيح. الأفلام القصيرة المشكلة هي تكون ما لها مجال في دور العرض. نعم. لكن كبداية مثل ما تفضلتي أنك تعرف الأجواء وتعرف الأفلام. الفيلم الطويل يحتاج شغل، يعني الفيلم القصير 15 دقيقة يعني يحتاج يومين 3 أيام تصوير أو يوم كامل عشان في النهاية تطلع 12 دقيقة أو ربع ساعة. فكيف إذا كان فيلم طويل ساعة أو ساعة ونص يحتاج شهور مرات. طبعا. أعتقد نحن في الإمارات وصلنا أن لازم ننتج فيلم طويل أن يعرض في دور السينما بشكل أكثر، مو بفيلم مثلا في السنة. طب أين نحن من هذه الصناعة إذا اليوم الممثلين والمخرجين والمبدعين والإمكانيات موجودة؟ وين من صناعة السينما؟ فيلم طويل في تخوف من الموضوع، يعني في تخوف وفي يحتاج إلى إمكانيات يعني دعم أكبر من الفيلم القصير. وفي عدم وجود الجرأة لدى بعض الشركات. نعم. الإنتاج أو عدم المخرجين نفسهم يخافون، لأن ممكن إذا عملت فيلم طويل وما نجح أن يخرب يعني أول الغيث قطرة مثل ما يقولون. يعني هاي مفروض يكون في خطوات يعني أولى في هذا المجال، وأنتم يعني خيرة الشباب المخرجين الإماراتيين اليوم هم من خيرة الشباب كذلك لاتخاذ خطوات جريئة من هذا النوع. نحن يمكن الحمد لله عندنا في الدولة كقيادة وكحكومة متوفرة كافة الإمكانيات. الحمد لله. مثل وجود 3 مهرجانات سينمائية في الإمارات في السنة الواحدة، أبو ظبي ودبي والخليج. أكيد. هذا جعل الإمارات متفوقة خليجيا وفي المرتبة الأولى في هذا مجال صناعة السينما. يمكن أنا أشوف أن محتاجين نحن دعم حكومي أو تدخل، مو بدعم مادي، دعم أنه توفير مساحة في دور العرض للأفلام الإماراتية. نعم. حتى تطلع. يعني أنا نتمنى أن نشوف فيلم إماراتي طويل يعرض في السينما كل فترة، يعني مثل ما نشوف الأفلام المصرية والأجنبية. نعم. هذا بيقوي الساحة الإماراتية وبيدل أن في أعمال وفي صناعة إماراتية. الأفلام القصيرة حتى محدوديتها تكون في فترة المهرجانات، بعد المهرجانات يعني ينسى الفيلم القصير تقريبا. نعم. حاليا طبعا وضعت أفكار خاصة بتصوير فيديو كليب لأغنية وطنية كذلك. طبعا من كلمات شاعر الوطن علي الخوار وغناء فنان العرب محمد عبدو، اسمها يا ساير أبو ظبي. نعم. خبرنا شوي عن هذا العمل. طبعا أنا لي الشرف كبير أن أتعاون مع شاعر الوطن علي الخوار، وهو أخ وصديق، وأشكره طبعا على ثقة أنه أعطاني عمل وطني مثل هذا. يا ساير أبو ظبي هي إهداء إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وممثل الحاكم في المنطقة الغربية. طبعا ايضا بغناء فنان العرب محمد عبدو انا اشكل انه اضافه لي وتحدي، علشان كذا كنت حاط العمل هذا اني اسويه من فتره، بس حتى يطلع بشكل جديد ما حبيت استعيل فيه، لان في مثل علي الخوار ومحمد عبدو اضافه لي، ما احب اخسر الفرصه هذه. فالعمل كنت صورناه وجاهز، لكن في ابحث عنه في بعض الشغلات في الارشيف، وجودها ضروري تدعم العمل وتضيف للعمل. هذا السبب اللي شويه متاخرين فيه، ولكن ان شاء الله يمكن خلال اخر يناير يكون جاهز باذن الله. إن شاء الله. مقومات المخرج الناجح اليوم ناصر شو هي باعتقادك، خاصه اليوم في الساحه الفنيه وفي الساحه الابداعيه في وطننا العربي وفي وطننا الخليجي الكثير من المخرجين والمبدعين، فشو اللي يميزهم؟ حتى تكون مخرج ناجح لازم تكون علاقاتك ممتازة وطيبة مع الجميع. جميل. لأن الكل يخدم بعض والكل يساعد بعض في المجال، ومكمل لبعض. أيضا أنا أشوف مقالات المخرج أن تعاملك مع الممثلين، كيف تواصلك معهم، أنك تكسب هذا الممثل حتى يعطيك الدور اللي أنت تريده والدور الأكثر منه، لأن على أساس تسوي لك اسم في الإخراج
لازم تكون أعمالك مميزة. فإذا أنت علاقتك مع المجموعة والجروب العمل ممتازة بينعكس أكيد عليك في أعمالك، وبيكون لك بصمة في هذا المال بتحقق لك النجاح. حلو. أعمالك المستقبلية وشو مخطط في المستقبل بإذن الله؟ حاليا عندي مسلسل ويب كوميدي مع بدعم وإنتاج من مجموعة 2454. أوكي. في مرحلة التحضير حاليا معهم إن شاء الله. مسلسل بيكون إن شاء الله. مسلسل وكوميدي. نعم. هذا إن شاء الله يعني خطوة جديدة شوي بعيدة عن الأفلام، وأشكرهم طبعا 2454 على الدعم والإنتاج. في عندي أيضا فيلم وثائقي، يعني تقريبا أنا شغال على المادة صار لي تقريبا 7 سنوات ما شاء الله. والتوثيق مرحلة صرح رياضي كبير في الإمارات. حلو. من مرحلة الفكرة والتأسيس حتى أصبح اليوم يعني صرح رياضي شامخ يعني. تمام، يعني ما شاء الله دوكيومنتريز على أفلام قصيرة على مسلسلات وإلى آخره، وطبعا فيديو كليبات، فيعني شملت ساحة الإخراج بكل ما تحتويه من تفاصيل. هل مهم أيضا أن يكون المخرج مبدع في هذه المجالات كافة وما يقوم بتركيز يمكن قدراته في مجال محدد وواحد فقط؟ أنا هاي وجهة نظري أن التنوع يضيف، مطلوب، يعني مطلوب ويضيف لي أنا شخصيا. يعني ما أحكر نفسي مثلا في أفلام قصيرة أو في وثائقي أو في مسلسل، وبالعكس من كل مجال بتتعلم. يعني في المسلسلات طريقتها غير تختلف عن الأفلام، الفيديو كليب طريقته غير. وحتى في الفيديو كليب أنا بس مركز على الفيديو كليب الوطني يعني والأعمال الوطنية، فتضيف أكيد كل شيء نتعلم منه. يعني مجموعة العمل تختلف يعني. طبعا المخرج الإماراتي ناصر التميمي، شكرا جزيلا لوجودك ويانا اليوم، ونتمنى لك صباح سعيد والمزيد من التقدم والازدهار في أعمالك المستقبلية بإذن الله. شكرا جزيلا لك. شكرا. إذا فاصل قصير ومن بعده نعود لمتابعة ما تبقى من صباح الخير دبي، خلكم ويانا.